السلام عليكم. الاهلي وحشنا يا جماعه بصراحه، بمنتهى الصراحه. تحس كده ان الاهلي كان وحشك. فانيلا الحمراء والجماهير في المدرجات والهتافات، لا بجد الاهلي كان وحشنا. وبعدين كمان الفرحه يا جماعه، الفرحه اللي هي ايه غايبه عننا بقى لها فترات كبيره قوي كده، فاهم؟ لا يشعر بها الا كل اهلاوي لما يتفرج على النادي الاهلي وهو بيكسب. على مبدا ولا في غيره يفرحني، حقيقي ولا في غير الاهلي يفرحني. عايز بس اقول لكم حاجه، ان يعني ان شاء الله من النهارده كده في نهايه الحلقه هنبتدي نخش في تقييمات لعيبه. يعني لو انت بتحب النوعيه ديت فاصبر معايا لنهايه الحلقه يبقى في تقييم للاعبين. المهم انا سعيد جدا ان انا بتفرج على النادي الاهلي، وسعيد جدا ان النادي الاهلي رجع عشان يبقى عندي اي طعم يعني من السعاده في كره القدم. المنتخب زي ما حضرتك عارف، ودلوقتي بقاش في غير الاهلي، فده الوحيد اللي بيفرحنا. طيب بص، هو قبل اي حاجه في كده كام لعيب النهارده بصراحه مختلفين تماما. اول حاجه امام عاشور. الواد امام عاشور ده يا جماعه يعني عامل زي الفاكهه في الملعب. الواد ده متعه. الواد ده لو انت بجد بتحب الكوره وراجل كيف كوره، انت معاك الواد ده فاكهه، مش عارف يعني، ملوش حاجه غير ده فاكهه الملعب. كل كوره في رجل الواد امام عاشور عنقود مهارات يا ابني حوالين رجليك، على راي الله يرحمه كابتن ميمي الشربيني. كل كوره بيطلعها من رجله يا جماعه سهله وحلوه، سواء بيحضر، سواء بيستلمها، سواء بيعملها من مره واحده، سواء بيجري. امام عاشور الخطوره كلها امام عاشور، مايسترو في الملعب، ممتع. الامتاع بجد وانت بتتفرج على امام، اصلا مفيش حد يعني، ما كانش في لعيبه كتير في الملعب ممتعين. ولولا وجود امام عاشور النهارده كنت هتحس بالملل قوي. ومصطفى شوبير. مصطفى شوبير يا جماعه ده مش جون جون مهاري. يعني ده جون مهاري زي اللعيبه المهاريه، عنده التالنت. مش بيلعب على قد امكانياته. يعني ايه على قد امكانياته؟ يعني مثلا لعيب زي ياسر ابراهيم ده لعيب بيلعب على قد امكانياته الجسمانيه وان هو لعيب قوي. لكن في لعيبه مهاريين. ده جون مهاري. ده جون والله بجد، رغم ان الواد صغير يا جماعه الا ان الواحد عنده شعور ان انت وهو واقف في الجون انا مطمن. انا مطمن وهو واقف في الجون بيجيد التعامل مع جميع انواع الكور بشكل جيد. شوط من بره، ودي احنا شفنا منها الويلات مع الشناوي الحقيقه. ان الشوط من بره انت عارف على طول هوبا بتلاقي في الجون. شوط من بره موجود، تركيز موجود وباين عليه قوي في كل كوره، هو بيتعامل مع الكوره مركز قوي. العرضيات اللي كنا على طول بنلبسها على طول بيتعامل مع العرضيات كلها كويس جدا. فبجد احنا عندنا مصطفى شوبير، الواد ده جاي. يعني الواد ده في مستقبل حراسه المرمى سواء في النادي الاهلي او في مصر، مصطفى شوبير. الاثنين دول في الملعب كانوا من الناس اللي يعني فرقوا معايا قوي، يعني غصب عنك ياخدوا عينك، غصب عنك، خصوصا امام عاشور. طب تعالى كده نتكلم على المباراه. طبعا احنا نزلنا الاول، طبعا الاهلي عمل شوط اول يعني شوط سيء في المجمل. الشوط الاول كان سيء بغض النظر عن الجون اللي جابه تريزيجيه، لكن كل الشوط كان شوط سيء. نزلنا كعادتنا ضاغطين، ولكن برضو ايه اللعيبه يعني ما تعرفش اللعيبه هل هم مثلا جايين بقى في يعني مثلا كابتن وائل جمعه قال لك عندهم حاله من حالات التشبع، وهو يمكن ده احلى تعبير الحقيقه. يعني تشبع كروي، يمكن ما اعرفش تشبع من ايه، يعني هو وصف صحيح الا ان هم متشبعين من ايه يعني. يعني ما عملناش حاجه جامده قوي فانت تحس انك شبعان كوره، احنا ما كناش بنطلع من ورا فانت ليه متشبع؟ انت ما لعبتش كوره اصلا. يعني احنا فعلا يا جماعه، احنا لما كنا بنلعب في المغرب احنا اصلا ما لعبناش كوره، فانت متشبع من ايه؟ انت بالعكس المفروض تبقى عطشان كوره، يعني جاي جعان كوره. احنا ما طلعناش من ال 18 يا جماعه، يعني بجد احنا كنا محتاجين ان احنا نلعب كوره اكيد. ولكن الشوط الاول كان سيء جدا، ضاغطين لكن كعادتنا بقى لنا فتره في النادي الاهلي تحضيرنا بطيء قوي. التحضير بتاعنا بطيء قوي، والفرقه اللي بتلعب قدامك كلها بتلعب في الديفنس. ومع ذلك لحد النهارده اشوف فرقه بتلعب في الديفنس، اني ابتدي اشوف اي حاجه من الحاجات اللي كتاب كره القدم قال عليها. يعني يقول لك ايه وكتاب كره القدم قال الكتاب ده. انا نفسي اعرف الكتاب ده قال حاجات كتير انا ما بشوفهاش ليه. مش الكتاب ده يا جدعان برضه بيقول لما تبقى اللعيبه مقفله يا اما تشوطه من بره يا اما ترفعه؟ لا بنشوط ولا بنرفع، الا لما الكوره الوحيده اللي اترفعت جت جون. اذا الكتاب اللي عمل كتاب كره القدم ده يعني كان راجل بيفهم جدا، عمل كتاب كره القدم كل حاجه فيه صح.
محمد هاني عجبني، محمد هاني في الشوط الاول قوي على فكره. محمد هاني من اللعيبه بقى ايه، سيبك ان هو مؤدب، لعيب ملتزم قوي، ومن الواضح ان اللعيب ده اي مدرب بيجي بيلعبه، لان محمد هاني في حاجه مختلفه. هو عالي، عالي، يعني محمد هاني عنده حاله من امتصاص الكوره، وبيمتص الكوره وبيستلم الكوره، بتعجبني جدا فيه، وابتدى يظبط اوفراته بشكل كبير، وعنده التزام تكتيكي واحساس بالمركز بتاعه عالي قوي. حفظ الخط بتاعه، يعني خلاص حفظ الخط قوي، امتى يرجع، امتى يغطي، امتى يطلع. فمحمد هاني كان عاجبني جدا، وخصوصا في الشوط الاول. لكن زيزو ده بقى لغز كبير يا جماعه، زيزو ده بجد لغز كبير. انا عايز اعرف حاجه، من الواضح ان زيزو لما خدناه من الزمالك بص فيه قوي، يعني ما طلعش من قلبه قوي. في حاجه غلط في الواد ده يا جدعان، مش ممكن. ده نسخه تانية من زيزو اللي انا اعرفه. مين ده؟ ده لعيب انا مش عارفه فعلا، يعني بجد والله بقف قدام زيزو عاجز. الواد كنت بشوفه في الزمالك بيصول ويجول ويروح، مش ممكن، غزاله في الملعب، وبيشوط وبيعدي وبيعمل فنتات. جه الاهلي انا ما اعرفش ايه اللي جراله، مش قادر اخد منه لحد النهارده اي حاجه خالص، لا تعديه ولا رفعاته ولا شوط من بره ال 18. اسوأ لاعب النهارده في الماتش كان زيزو، وعلى فكره هو اللي كان مخلي الجبهه بتاعت محمد هاني ملهاش طعم، ملهاش طعم. لان محمد هاني هو اللاعب اللي المفروض يطلع يزيد معاك، مش اللي يعمل الشغل الهجومي كله. جبهه سيئه جدا. الجبهه بتاع الكوكا بقى في الشوط الاول، الجبهه بتاع الكوكا دي جبهه اصلا ميته، مش موجوده. هي جبهه حرفيا مش موجوده، خصوصا في الشوط الاول ما كانتش موجوده على الاطلاق. انا بقول لك ايه الحاجات اللي خلتنا في الشوط الاول نطلع بالمظهر السيء ده. اللاعب الجديد اللي اسمه مروان عثمان ده ما حدش يقدر يحكم عليه دلوقتي، وانا واحد من الناس صعب احكم على اللعيب ده دلوقتي خالص. بس بقول لك ايه الحاجات اللي في الشوط الاول خلتنا سيئين جدا. جبهه كوكا ده بجد، انا يعني بجد لعيب برضو من اللعيب اللي تقف قدامه بقى عاجز بقى. ليه بقى؟ بيلعب باك شمال وهو اشول، يعني كل الكور على عدلة رجله الشمال، فكل كوره من رجله من زمان غلط. بجد لعيب كل كوره انا لما بتجيله لازم انا بقى عارف ان الكوره دي هتبوظ، لا اما هيعمل الحاجه اللي هو حافظها يرجع الكوره لزمايله ورا. ابداع مفيش، رفع مفيش، ثرو مفيش، تغطيه مفيش. عشان كده فريق يانج افريكانز كان بيلعب عليه. وفعلا داني ده يا جماعه لاي فريق هيلاعب النادي الاهلي سواء جوه او بره، طول ما كوكا موجود صدقني انا بقول لك العب على الجبهه بتاعته، العب على الجبهه بتاعته جدا، وهتعمل منها شغل عالي قوي. وفعلا انا هوريك ان يعني في هجمتين جم لفريق يانج افريكانز في منتهى الخطوره من ناحيه الشمال من عنده. انا مش فاهم اللعيب ده يا جماعه، مثلا احنا واخد علينا شيكات في ايصالات امانه مع الواد ده، مفيش غيره. مش ممكن يا جماعه. طب شايفين في ايه؟ الواحد مش شايفه، شايفين في ايه بجد؟ الله يمسيك بالخير يا معلول، بجد الله يمسيك بالخير فعلا والله. الدقيقه 15 يا جماعه في تسديده من اللاعب رقم 20 رائعه. دي اول كوره، يعني احنا في الشوط الاولاني كله ما كانش عندنا اي نوع من انواع الخطوره الا لما الجون جه في الوقت بدل الضايع. قبلها جت واحده من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال اللي هي عند كوكا، اللاعب استلمها، كانت كرة حلوه قوي، وعدلها وطلع بره على شماله، وقام عاملها ار 2 زي بتاعت محمد صلاح زمان فوق العارضه بالظبط. الدقيقه 24 هجمه رائعه وتصدي لمصطفى شوبير من نفس المكان برضه. كل المواقف اللي اتحط فيها مصطفى شوبير النهارده كلها اجت فيها، كلها الحقيقه اجت فيها. الشوط الاول كله احلى حاجتين فيه جون وتمريره مروان عثمان. مروان عثمان كان عامل تمريره لتريزيجيه ثرو باس حلو قوي، ممكن يكون جاي يعني كورته على الارض حلوه. انا ما شفتوش في مواقف يعني تقدر تحكم عليه فيها كمهاجم. لعبت له كور بالعرض، طلع ركب كوره بالدماغ، ما فيش حاجه من الحاجات دي. لكن كره الولد على الارض واستلامه على الارض تحس ان ممكن يبقى جاي منه حاجه كويسه. احلى حاجه ان بيقول لك احلى حاجه في الشوط تقريبا في الدقيقه 40 التمريره اللي انا شفتها لتريزيجيه دي وتصرف فيها غلط. اول ركنيه للنادي الاهلي كانت في الدقيقه 44، وده يعكس لك ان احنا كنا في الشوط الاول سيئين جدا. لان احنا كمان زي ما اقول لك عندنا حاجه غريبه جدا يا جماعه، احنا بنحضر تحضير ممل. الاهلي بيحضر تحضير ممل، والحقيقه ما كانتش الكره بتيجي لامام عاشور وبيعمل فيها حاجه حلوه امام، فانت ما بتشوفش اي حاجه حلوه من اي حد تاني. انك عندك جبهه بتاعت زيزو مش موجود، خلاص ده انا مش فاهم ماله بجد.
يعني زيزو دوت حاله انا واقف قدامها عاجز ومش فاهم ماله، كل كوره في رجله غلط، كل تصرف بيعمله غلط، ما بينتجش خالص. تريزيجيه فضل سيء جدا جدا لحد ما جه الجون. فانا بكلمك مروان عثمان لسه جديد وبيلعب ومحدش بيديله. فالشوط الاول واحنا بنحضر كمان ببطء شديد قوي، يعني بنحضر ببطء ليه ما اعرفش. ليه لما اكون طالع بالكوره مثلا من ناحيه جبهه اليمين ومحمد هاني بيتحرك لي، ليه ما احطلوش على طول عشان يعمل الاوفر الكره السريعه اللي بتتعمل؟ ليه لما الاقي تحرك واحد بيتحرك مع لازم الم وارجع واقف الكوره والعبها بالعرض والعبها بالعرض؟ تحضيرنا ممل قوي يا جماعه في بعض الاحيان الحقيقه. في معلومه تاني، اي فروت في النادي الاهلي انا بعتبره من زمان مظلوم. ليه اي فروت في النادي الاهلي مظلوم؟ مش محدش بيديله، صدقني. يعني ما حدش بيديله، مش عشان احنا بيننا وبينه طار، لا، مش من عاده النادي الاهلي ان هو ايه بيمول المهاجمين كتير. يديله لسه بقول لك ده احنا بنشحت رفعه، احنا بنشحت رفعه. تريزيجيه من الناحيه الثانيه عايز يخش ودايما عايز يرقص، ما عندوش فكر ان انا اعملها للمهاجم. كوكا الباك الشمال اللي المفروض يجي من ورا ويسند عليه تريزيجيه ويشلنا، ما بيشيلش ولا بيعمل. زيزو ما اعرفش ماله بقاله فترات عطلان. فانا بقول لك المهاجم دوت هياخد كرة من مين؟ اي مهاجم في النادي الاهلي انا بعتبره مظلوم. اجيال بقى اللي انت شفتها بتاعت عماد متعب وبتاعت فلافيو والناس الجميله اللي انت شفتها دي كان بيلعب وراهم تريكا. يعني كان بيلعب تريكا، كان في جilberto، كان في سيد معوض، كان في اسلام الشاطر، كان في ناس بتصنع كل شويه. انما انت اي فرود هتلاقيه مظلوم بشكل كبير برضه. الجون اللي جابه في الوقت بدل الضايع من عرضيه محمد هاني. طيب لما عملنا الحاجه المظبوطه، عملنا الحاجه الصح اللي تتعمل صح، ان انت ترفع كوره مظبوطه في ال 18 لفريق مقفل قدامك تجيب جون. وما جبتش جون هيبقى شكلها حلو. فرقه مقفله قدامك اهريهم رفع، هيغلط في واحده اهريهم شوط. لكن لا دي ولا دي، هنطلع الشوط الاول زي كده لحد ما محمد هاني خد قرار حلو قوي 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 قوي. كرة قدامه عمل اوفر رائع. عشان كده بقول لك محمد هاني ابتدى يتطور بجد، خصوصا في موضوع الاوفرات ده. عمل اوفر رائع. والواد تريزيجيه ده بقى يا جماعه، يعني من الواضح ان هو بقى في الحته ركوب الكوره بقى يعني تريد مارك، بقى بيعملها. اولا الارتقاء بتاعه هايل، تيك اوف بتاعه هايل جدا جدا، التركيز بتاعه هايل، احساسه بالمكان رائع، توجيه بالدماغ بتاعته ولا اروع بصراحه. بيعملها ولا افضل مهاجم عندك في النادي الاهلي حقيقه، ولا افضل مهاجم. طلوع وارتقاء والكوره جايه وتحضير بجسمه وطالع وباصص الكوره حتى من غير ما يلمس المدافع وينام عليه ولا ما سندش عليه اصلا. ارتقى وطلع وجه بدماغه وحطها جول. جول كان حلو قوي. الشوط المجمل كان شوط سيء يمكن لعوامل كتير قوي. يعني ما كانش حلو لعوامل كتير قوي، لانك عندك لعيبه كتير كمان كانوا سيئين، خصوصا انت عندك الديفندرين. امام ما ظهرش كتير، خلي بالك. عدم ظهور امام في الملعب اللي هو صانع اللعب، اللي هو المايسترو في الملعب، اللي هو المركز ده عموما، اللي بيتمثل في امام عاشور، يخلي لك شكل الكرة كده. انا من المؤمنين جدا بضروره وجود صانع اللعب، لان هو المايسترو. بدون وجود صانع لعب، طب تخيل بقى امام عاشور لو مش موجود، ده بياكد لك كلامي. امام عاشور ده صانع اللعب لو هو مش موجود النهارده، تخيل شكل كرة النادي الاهلي هتبقى عامله ازاي. مش هيبقى فيه كوره. مركز صانع اللعب في منتهى الاهميه، ولما يكون في لعيب عالي بيبقى اهم واهم زي امام عاشور النهارده. كل الخطوره امام عاشور. الديفندرين بقى اللي بيلعبوا امام عاشور، الديفندرين سواء 6 أو 8 زي ما انت عايز تسميهم سميهم، ما بشوفهمش بيدوا كره هجوميه الحقيقه. ودي برضه نقطه غريبه جدا. يعني في كل المنتخبات والفرق الكبيره اللي الاهلي من ضمنهم، والمنتخبات الكبيره والفرق الكبيره، فكره ان الديفندرين دول يبقوا بيقطعوا بس، الفكره دي عفى عليها الظهر. مش ممكن يكون المدرب جايب 2 يقول لهم انت بتقطع الكره بس وتدي لزمايلك، مفيش كده. الناس دي لازم يبقى لها دور، ويبقى قايل لهم يتحركوا ازاي ويتحركوا فين، شوط من بره، اعمل، اصنع. انما احنا الاثنين بصراحه اللي عندنا، حتى لو كانوا امكانياتهم عاليه في قطع الكوره، الا ان امكانياتهم ضعيفه جدا في المشاركه الهجوميه مع زمايلهم. كان مروان عطيه ولا اليو ديانج. اليو ديانج ده لعيب بحالات، لعيب بحالات. ممكن مره تلاقيه اون فاير بيعمل حاجات في الماتش غريبه من اوله لاخره. استلامات، كل الاستلامات تلاقيها صح، ويعدي ويعمل فنتات ويدي لزمايله ويجيب الكوره. ومره تانية تلاقيه بيألف وبيغلط ومش عارف يستلم وكل حاجه. وما كانش ليهم دور كبير، انا مش شايفهم كان ليهم دور كبير قوي
في المسانده الهجوميه. هتقول لي دفاعيا احنا برضو بنلاعب فرقه، يعني فرقه مش تقيله مهما كان فرقه يانج افريكانز، فرقه مش تقيله اصلا. هدتك يعني اختراقات من النص مفيش، ما عندهمش لعيبه مهاريه عشان تقدر تقول النهارده ظهر مروان او ظهر اليو ديانج بشكل كبير. الشوط الثاني امام عاشور تحس بالفوقان بقى. الشوط الثاني امام عاشور ده يا جماعه، اولا احنا كنا بنلعب على التحولات في الشوط الثاني، دي برضو انا مش عارفها ليه، يعني مش فاهمها ليه انا كسبان واحد وقدام فرقه متواضعه، مهما كانت الفرقه بالنسبه لي فرقه متواضعه جدا، طبعا متواضعه، لكن بدافع دي انا مش بفهمها قوي، يعني ما اعرفش ليه النادي الاهلي لما يجيب جون ليه بيتلم ورا؟ ليه النادي الاهلي بقوته وتاريخه ولاعيبته يتلم ورا قدام فرقه زي يانج افريكانز يلعب على التحولات؟ ليه؟ بالنسبه لي مش مفهومه اصلا. ولكن لما لعبنا على التحولات لعبنا حلو جدا. دقيقه 65 نزل جراديشار وطلع مروان عثمان، ما اعرفش ليه، ولو ان كنت شايف انه كان ممكن يسيبه برضه، يعني اللعيب لسه جاي يا عم اديله شويه، وعلى فكره ما كانش وحش الى حد ما، بالنسبه ان هو اول ماتش بيلعبه ما كانش وحش، كنت سيبه. في الدقيقه 75 الهدف بتاع تريزيجيه من ثرو بتاع امام. بقول لك امام النهارده يا جماعه، الولد ده يا جماعه مكسب غير طبيعي بالمره. امام عاشور ده مكسب غير طبيعي. امام عاشور، وعلى فكره وبن شرقي، بن شرقي ده عالي قوي، بن شرقي ده عالي قوي يا جماعه، حاولوا تلعبوه اساسي، حطوه في مركز وابنوا عليه خطه ان كان هو ولا امام. ليه؟ لان دي نوعيه لعيبه يا جماعه بتلعب بدماغها مش بالهد، يعني بتلعب بدي. اللعيبه دي يا جماعه قليله، في لعيبه بتلعب بتعتمد على سرعتها وقوتها زي زيزو. زيزو بيعتمد على ايه؟ ان فنتاته قويه جدا والستارت بتاعه عالي جدا ورفعاته. لكن في لعيبه بتلعب زي بص على بن شرقي وهو بيستلم الكوره، بص على عين بن شرقي وعماله تتحرك علشان يدي مين ولا يدي مين ولا هيرقص، عامل زي امام. امام لعيب بيلعب بدماغه الاول يا جماعه، بيفكر. امام عاشور يا جماعه حاطط حته ثرو، هي كانت مرتده، نقلنا البعض لزيزو لجراديشار لحد ما جت لامام عاشور، اللي انا امام عاشور وشي للجون والكره جايه لي كده اهو. يا سلام على السهوله، وان الكره فعلا سهله وهي تيجي يعملها ببطن رجله كده ثرو باص، خلاص. حط تريزيجيه قدام الجون، وتريزيجيه فعلا برضه في الحته دي ان هو يعمل الفنتايه بتاعته. ما انا بقول لك هو اول حاجه بيفكر فيها تريزيجيه انه يلعب لنفسه، وفي بعض الاحيان بيعملها حلو. عمل الفنتايه بتاعته، طلع اللعيب وفتح لنفسه زاويه رؤيه، هو كل اللي كان عايز يعمله يطلع يفتح لنفسه زاويه رؤيه، والارتو بتاعته في البعيده اللي راحت جون حلو قوي قوي. في الدقيقه 77 جراديشار ده انفراد غريب، هو برضه جراديشار ده يا جماعه كورته على الارض سيئه جدا، سيئه جدا. طب كورته في العالي ما اقدرش احكم عليه في العالي، لان انت ما بتشوفش النادي الاهلي بيرفع وبيرفع بيرفع عشان يتحط في 100,000 اختبار وتحكم عليه في العالي. لكن في المجمل ما اعرفش، في المجمل هل نقدر نقول ان جراديشار فرود على قده، فرود تعبان لازم يمشي من النادي الاهلي؟ وفي جميع الاحوال انا برضه شايفه ان جراديشار ممكن ما يكونش على قد مستوى الاهلي بصراحه. انفراد جاي اللي هو الجون، انت والجون داخل على الجون، بتعمل ايه؟ من الواضح ان هو تعادى في الماتش من الوش رجل الخارجي، لان امام عاشور عامل اكتر من واحده بوش رجله الخارجي كلهم كانوا مقطوعين. فما اعرفش ايه عدوه وش رجله، انت داخل على الجون حط بشمالك يا راجل في البعيد، بيعدل الجسم، مع ان بشمالي هيك بيعمل جسمه كله كده علشان يقوم عاملها كده، طبيعي تفتح منك وتطلع بره. دقيقه 78 نزل زيزو، طلع زيزو ونزل طاهر محمد طاهر، وطلع امام بعد المجهود الرهيب اللي هو عمله. يعني زيزو لازم يطلع لانه سيء بصراحه من بدري قوي، امام لازم يطلع لانه بذل مجهود غير طبيعي، ونزل بن رمضان، وفي الاخر نزل حسين الشحات واحمد عيد. الاهلي في الشوط الثاني كان رائع في التحولات، كان رائع في التحولات، كنا مقفلين ورا كويس، مصطفى شوبير كل الكور اللي جات له اتعامل معاها بشكل رائع، قفلنا كويس قوي ورا، لعبنا على التحولات بتاعتنا. بس مين اللي لعبنا على التحولات؟ امام عاشور. امام عاشور هو اللي لعبنا على التحولات. لما خرج امام عاشور ونزل بن رمضان رجعت ريما لعادتها القديمه، الماتش اتخنق بلغه الكوره، خلاص بقى اتخنق الماتش. يعني ايه اتخنق؟ يعني الكوره اصبحت مخنوقه في نص الملعب، مش متحرره، ما تروحش وتيجي ويتعمل فيها شغل امتاع. نزل بن رمضان، طبعا لو حضرتك ما تعرفش انا مش من هواة بن رمضان خالص، ومش مؤيد لبن رمضان خالص، وبعتبر بن رمضان لعيب ممل جدا، ممل جدا جدا، وقراراته سيئه جدا وبطيء جدا، والفرق كبير بين ده وبين ده. حقيقه نزل خنق الملعب تماما، الكره بتاعتنا بقت شكل ما رحناش، يمكن ما رحناش بقى خلاص، الفاكهه طلع، امام عاشور طلع بره الملعب، الملعب نام او ساح. في المجمل الشوط الثاني النادي الاهلي عمل شوط ثاني كويس جدا، و2-0 نتيجه كويسه للنادي الاهلي وعوده حلوه للنادي الاهلي قوي بجد.
النادي الاهلي عنده كتير قوي يا جماعه، والمشكله ان النادي الاهلي واللاعيبه الموجودين انت ما بتاخدش منهم لحد النهارده. يعني امام عاشور ده رغم اللي عمله النهارده، ده امام عاشور ده يا جماعه عنده اكتر من كده بكتير قوي. زيزو ما ينفعش اقول عنده اكتر من كده، هو لسه ما ادانيش حاجه، احنا لسه على الابيض مع زيزو، على الابيض على الابيض، ما خدناش منه بجنيه. تريزيجيه ماشي كويس، تريزيجيه مع الاهلي ماشي كويس. فرود في النادي الاهلي ما عندكش فراوده في النادي الاهلي. خط الدفاع بتاعك في النادي الاهلي لحد النهارده بتلاعب دايما فرق تعبانه يا جماعه، خط الدفاع بتاعك ما بيختبرش كتير. لكن عندك لعيب، انا مش عايز اعرف حاجه، واحنا مش هنجيب باك شمال في ايه؟ يعني بجد عايزين نشوف باك شمال تاني بقى، باك شمال، عايزين نشوف باك شمال حقيقي بقى، عايزين نشوف باك شمال بيطلع يا جماعه الجبهه اللي ميته جدا دي. مش ممكن يعني، ومش ممكن كله. انا نفسي اعرف بجد المدربين شايفين ايه في كوكا عشان بيلعبوه. طيب تعالى كده بقى نشوف النهارده مصطفى شوبير 10 من 10. كل الكور اللي جت لمصطفى شوبير اتصرف فيها صح، 10 من 10. ياسين مرعي وياسر ابراهيم الاثنين ممكن كل واحد فيهم ياخد 4 من 10، وده اخرهم 4 من 10، ده انا شايف ان هم اخرهم 4 من 10، ما اتحطوش في المواقف القويه جدا. كوكا الناحيه الثانيه صفر طبعا. محمد هاني 7 من 10، كان كويس محمد هاني قوي. الاثنين الديفندرين سواء اليو ديانج او سواء مروان، يمكن مروان كان افضل شويه من اليو ديانج، مروان ممكن ياخد 5، اليو ديانج 3 خصوصا في الشوط الاول. امام عاشور 10 من 10، ليه؟ كل الكور اللي بتيجي لامام عاشور بيتصرف فيها كويس قوي الحقيقه. او 9 من 10 لان كان في الفينش بتاع كور كتير جدا كان ممكن تعمل بشكل افضل من كده. دايما بيستعمل وش رجله الخارجي دايما، ومش كل الكور عايزه وش رجل الخارجي، ف9 من 10 امام عاشور. تريزيجيه راجل جايب جونين وعاملهم حلو قوي، يعني اقل ما فيها ياخد 9 من 10، عامل جونين ولا اروع. والجونين اللي هو عاملهم بصراحه اجوان مش سهله، مش سهله. يعني الجون الاول الارتقاء اللي طلع وركب الكره بالمنظر ده مش سهل، محتاج مهاره وارتقاء وحاجات كتير قوي، فياخد 9 من 10. زيزو 3، ممكن زيزو ياخد 3 من 10، و3 صدقني انا بقول لك، انا كمان انا مش هبقى عارف ال3 عشان هو عمل ايه في الماتش او ادى ايه في الماتش، كل الكور من رجله سيئه، فممكن 3 زيزو. مروان عثمان صعب جدا يقيم بصراحه فعلا، يعني حرام حد يقيم مروان عثمان النهارده. طيب الناس اللي نزلت بقى، مين نزل؟ جراديشار يعني ممكن ياخد 2 من 10، كم كره عملها في نص الملعب لزمايله، 2 من 10. طاهر محمد طاهر نزل اخر 12 دقيقه، والغريب ان طاهر محمد طاهر ما جاتلوش ولا كوره جات لطاهر محمد طاهر خالص، ما استلمهاش، فده خارج التقييم. بن رمضان الفتره اللي نزل فيها بن رمضان 0 الحقيقه، لان بن رمضان انا بقول لك كده انا مش من هواة بن رمضان، وحتى لما انت تتفرج على بن رمضان وهو بيلعب الكام كوره اللي جوله اتصرف فيهم ازاي، كلهم بيتصرف فيهم تصرف سيء. حتى جات له واحده في ال 18 ما بيرفعش عينه يبص، عايز يعملها زي تريزيجيه، عايز يعمل الفنت ويشوط، مش بالضروره، ما عندكش زاويه رؤيه مفتوحه، فصفر طبعا. حسين الشحات واحمد عيد نزلوا يا اخر 4 دقائق ولم يختبروا خالص، وحرام ان الواحد يديهم اي حاجه، هم لم يختبروا على الاطلاق. عودا حميدا للنادي الاهلي، خلينا نرجع نتفرج على النادي الاهلي، خلينا نرجع نتفرج على شويه كره عادلين ونقول هي من قلبنا اللي ما كانتش موجوده. السلام عليكم.